عندما يكون الحافظ هو الله لا مجال للشك إطلاقا. في حادثة غريبة حصلت لدى سائق هذا الذهب اليمني في يوم معتاد، قام بعملية بيع وشراء، ووضعت لديه أمانة اللي هي هاي بالكيس الأسود. انتهى من عمله كالمعتاد ووضع الكيس إذا نلاحظ في قدام المحل تبعه، وقاعد يسكر المحل تبعه لا يقادر. فسبحان الله صاحبنا نسى الكيس وسكر محله وراح، والكيس بمبلغ مالي كبير ومؤتمن عليه. لاحظ سكر محله ونسى الكيس، مبلغ ممكن هذا يأثر عليه كثير لأنه أمانة. فسبحان الله نسى الكيس وراح. يترك سدى؟ لا، ما يترك سدى. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الله يعلم ما في نية هذا الرجل. سبحان الله، جت كلاب شالت هذا الكيس. طبعا لولا الكاميرا المثبتة قدام هذا المحل مستحيل تصدق هذا الموقف. شالت الكيس وراح. الكلب هذا شال الكيس، كلب ضال، شال الكيس وراح. في مجموعة كاميرات منتشرة ورماه. هذا لاحظ، شوفوا وين رمى الكيس هذا الكلب. سبحان الله، ممكن ربنا هيأ سبب من الأسباب. يعني لو ضالة قدام المحل ممكن يجي شخص ويشيلها، لكن لما تتهيأ أسباب رب العالمين، شوفوا وين رماه. هذاكم رماه. شوف سبحان الله، وكأنه هذا الكلب مأمور ليقوم بهذا الفعل. لولا هذه الكاميرا مستحيل تصدق. شالوا من قدام المحل وحطوا في مكان ما في أحد يتصور. وهنا طبعا صاحب المحل قاعد يراجع الكاميرات في الليلة الفايتة. راجع الكاميرات وراح للمكان اللي ملتقط عن طريق الكاميرا. شوف رجع للمكان نفس الكاميرا. شوف سبحان الله، سبحان الله، حصل الأمانة بنفس المكان. وكأني هذا الأسباب كلها تهيأت لحفظ هذه الأمانة لهذا الرجل. سبحان الله. اذكر الله يا جماعة الخير، لا إله إلا الله. الرزق الحلال لا يضيع، والتعب. وشو إذا نلاحظ مبلغ والوضع عليه مبلغ كبير. وهذه الحادثة حصلت في اليمن، وإذا شاهدنا من اليمن اكتب لنا بالكومنتات هل فعلا هذه حصلت في اليمن. الواضح الزي العربي في اليمن أو السعودية. سبحان الله، كامل المبلغ لم ينقص فلس. نعم كامل. لو تحكي هاي القصة لشخص ممكن ما يصدق. على ضبطه. سبحان الله، فراح يشيلهن ويوديهن الراعيهن. ويعتبر، تعتبرون اللي تشاهدون لازم يكافئوا. والله لازم يكافئ هذا الكلب. هذا الكلب اللي وهنا جاب الأمانة ليراعيها. شوف سبحان الله. الأمانة الله يبارك له في رزقه. إذا وصلت إلى هذا الحد من المشاهدة عزيزي المشاهد، لا تنسانا من زر اللايك والإعجاب لمقاطعنا لنقدم أفضل ما هو جديد. تقبلوا مروري، أخوكم المليار، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.